الاكل الصحي والاكل الغير صحي، ايه الفرق ما بينهم؟ وليه جايين النهارده نعمل مقارنه ما بين الاثنين؟ عشان في بعض الاكلات احنا بناكلها وفاكرين انها صحيه ومفيده لجسمنا، لكن في الحقيقه هي ضاره جدا بالجسم، وبتاثر كمان على الجهاز المناعي اللي هو خط الدفاع الاول اللي بيحمينا ضد الميكروبات اللي بنتعرض لها بشكل يومي. وكمان عشان نفهم مكونات الاكل اللي احنا بناكله عشان نقدر نحكم عليه هو صحي وناكله ولا هو غير صحي وبلاش منه او نبعد عنه. ايه هو الاكل الصحي وايه هو الاكل الغير صحي؟ تعالوا مع بعض نعرف كده. ايه هو الاكل الصحي؟ الاكل الصحي يا جماعه نقصد بيه هو الاكل اللي بيحتوي على جميع العناصر الغذائيه المفيده. العناصر الغذائيه دي زي ايه؟ زي البروتينات والفيتامينات والمعادن والسكريات الطبيعيه والملح الطبيعي كمان، وكمان خالي من الدهون الضاره. عادات الاكل اليوميه هي اللي بتفرق معانا، هل الاكل اللي احنا بناكله ده هيبقى صحي واكل مفيد وهو ده اللي ناكل منه على طول، ولا بلاش ونبعد عنه. وفي نفس الوقت عاوزين نخلي بالنا من حاجه مهمه، مش معنى ان الاكل ده مفيد وبيحتوي على عناصر مهمه للجسم ان احنا نزود في الكميات بتاعته، لا، ما ينفعش نزود من الكميات في اي شيء حتى لو شيء نافع ومفيد. كتر الكميه نفسه هيقلب بالضرر. احنا بنتكلم يا جماعه عن الكواليتي مش عن الكوانتيتي، فلازم تكون الكميه اللي انت بتاخدها محسوبه طبقا لاحتياجات جسمك. يبقى زي ما قلنا الاكل الصحي بيحتوي على العناصر الغذائيه المفيده، قلنا بروتينات، فيتامينات، معادن، وكل العناصر اللي نفسنا فيها وهتكون مفيده لجسمنا ومفيده لجهازنا المناعي. ومن ضمنها برضو السكريات الطبيعيه. السكريات الطبيعيه دي بتبقى موجوده في حاجه زي العنب، موجود فيها سكر طبيعي. موجوده في حاجه زي العسل، برضو سكر طبيعي، اللي هو ساعات والمفروض بلاش ساعات، المفروض ان احنا نستخدمه كبديل عن السكريات اللي احنا بنحطها على المشروبات اللي احنا بنشربها. يعني لما تيجي تشرب حاجه وعاوز تحليها او عاوز طعمها يبقى حلو اكتر، حط عليها عسل، بلاش تزود عليها سكر. طيب احنا جبنا برضو سيره الملح الطبيعي. حاجه زي ايه مثلا اللي موجود فيها الملح الطبيعي؟ اقول لك زي الطماطم. لان في ناس ممكن تقول لي والله يا دكتور عمر اللي انا عارفه ان الملح ضار، هقول لك فعلا الملح ضار، لكن قصدنا هنا عن الملح اللي انت بتضيفه بنفسك على الاكل. لكن لو اكله او ماده غذائيه معينه موجود فيها الملح اوريدي موجود فيها زي الطماطم زي ما حكيت لحضراتكم، في الحاله دي لا، هو مش ضار وهيبقى مفيد عادي خالص. لكن طبعا لازم نقلل من السكريات اللي بنضيفها بايدينا على المشروبات او على الاكل. لازم نقلل الاملاح اللي بنضيفها بايدينا على الاكل اللي احنا بناكله. ايه هو الاكل الغير صحي؟ كلامنا هنا عن الاكل اللي بتكون قيمته الغذائيه منخفضه. هتقول لي طب ما هو مش مشكله يا دكتور عمر لما يكون القيمه الغذائيه منخفضه، اقول لك الاشكاليه مش في كده بس، الاشكاليه ان بيكون ضرره اكبر من نفعه. الناس بتحب طعم الاكلات السريعه او الجاهزه بسبب ان موجود فيها نسبه كبيره من الزيوت والدهون والاملاح. وخليني اقول لك على حاجه ثانيه، في ماده اسمها الملح الصيني او المونوصوديوم جلوتاميت، اتكلمت عنها مع حضراتكم قبل كده في الحلقه بتاعت الاندومي، ودي بتحسن احساسك بالطعم باكتر من 6 مرات. دي بتبقى محطوطه على الاكلات الجاهزه او السريعه، علشان كده انت بتستطعمها قوي وبتقول ان طعمها جميل، وبالفعل طعمها جميل. لكن طعمها جميل غير عشان مكوناتها، لكن للاسف عشان ماده المونوصوديوم جلوتاميت محطوطه فيها. وفيها اشكاليه تانية، كتر القلي والتحمير بيضيف للاكل ماده للاسف اسمها اكريلاميد، ودي من خطورتها احنا عاملين لها حلقه منفصله ان شاء الله، لكن هديلكم هنت صغير عنها. الاكريلاميد ده ماده مسرطنه. كتر نسبه الدهون والزيوت في الاكل دي مش حاجه حلوه، لان الدهون المشبعه والزيوت المهدرجه ليها اخطار كبيره، برضه هنتكلم عنها بشكل منفصل ان شاء الله، لكن دي للاسف بتبقى موجوده بنسب كبيره في الاكلات الجاهزه بتاعه مطاعم الوجبات السريعه. الاكل ده يا جماعه ما بيفيدش جهاز المناعه، بالعكس ده بيضره. جهاز المناعه ده خط الدفاع الاول ضد الميكروبات اللي احنا بنتعرض لها بشكل يومي. فلما احنا نأثر على جهاز المناعه ده ونقلل الفعاليه بتاعته، هل احنا كده بنبني الجسم ولا احنا بنضره؟ اكيد احنا كده بنضره. دي كده كانت شويه معلومات عن الاكل الغير صحي، واللي للاسف كتير مننا بياكله في معظم الايام، وخطورته كمان في ان احنا ممكن نكون بناكل انواع منه وبنقول عليها صحيه او فاكرين انها صحيه، لكن في الحقيقه هي مش صحيه بل ومضره كمان بالجسم. ايه هي الطرق اللي نقدر ناكل بيها اكل صحي؟ مبدئيا لو احنا بنتعامل مع طفل وعاوزين ناكله شويه فواكه او شويه خضار والطفل رافض او مش مستطعم او مش حابب الطعم، هنبذل مجهود معاه، زي ان احنا مثلا ممكن نزين له الطبق او نغير له في شكله. فدي حاجه من الحاجات اللي هنقدر نقنع بيها الطفل ان هو ياكل الاكل المفيد ده. طب احنا ككبار ازاي بايدينا نفس الماده الغذائيه بايدينا خليناها نافعه ومفيده وصحيه والمفروض تاكل منها،
وازاي برضو بايدينا نفس الماده الغذائيه دي خليناها مضره ليك. طريقه الطبخ يا جماعه او طريقه الطهي بتفرق كتير قوي. نفس الماده الغذائيه لو انت عملت لها تحمير او انت قليتها مثلا في زيت بتفرق قوي، غير لما تكون نفس الماده الغذائيه دي واحنا سلقناها او شويناها واكلناها مشويه، بتفرق كتير قوي. الطريقه دي يا جماعه بتعمل فرق مهول. فمثلا التحمير والقلي بيزود لك الدهون المشبعه وبيزود لك نسبه الزيوت اللي موجوده، عكس الحاجات المسلوقه والحاجات المشويه. فضروري نبعد شويتين ارجوك عن الحاجات المحمره دي، الحاجات المقليه، ونقرب شويه من الاكل الهيلثي. هتقول لي والله طب انا ما عنديش اختيارات كتير. طب يا سيدي الاختيارات القليله اللي موجوده قدامك او اللي متاحه قدامك يبقى على الاقل بايدك تخليها صحيه اكتر، مش بايدينا نيجي نطبخها فنقوم مبوظين الموضوع ونخليها مضره بزياده. في مجموعه من العناصر الغذائيه هقول لحضراتكم عليها، حاول انك تحرص انها تكون موجوده في اكلك بشكل يومي او شبه يومي. اول عنصر فيهم هو الحديد، وده اهميته ان هو بيحمينا من الاصابه بالانيميا او فقر الدم. تقول لي والله يا دكتور عمر طب هو موجود في حاجات زي ايه؟ اقول لك والله موجود في البتنجان بصوره كبيره، موجود كمان في التفاح، وجنب منه في مضادات اكسده طبيعيه، وكمان موجود في الموز اللي بالاضافه ليه هتلاقي كمان بوتاسيوم اللي بيوازن ضغط الدم وبيحميك من الاصابه بامراض القلب. عندنا عنصر كمان مهم هو الكالسيوم اللي كلنا عارفين اهميته للاسنان وللعظام، وعلشان يحمي من هشاشه العظام وبالذات في الاطفال الصغيرين، وعلشان كده ينصح بتناوله كمان في السيدات الحوامل. هنلاقيه فين؟ طبعا هنلاقيه في منتجات الالبان، في اللبن، وكمان في الزبادي. وعاوزين نشد يا جماعه 1000 خط تحت الزبادي لانه مصدر غني جدا بالبروبايوتكس. ايه هي البروبايوتكس؟ دي مجموعه من البكتيريا النافعه بتكون موجوده في الامعاء وفي القولون، واللي لما بتقل بسبب ان حد مثلا واخد كورس مضاد حيوي ولا حاجه بيلاقي ان عنده اعراض كده ظهرت في الجهاز الهضمي، عسر هضم بقى، اسهال، انتفاخ، غازات. ولما بياكل زبادي علشان غني بالبروبايوتكس بيساعد ان الاعراض دي تختفي بسرعه، وكمان بيحميك من الاصابه بالسرطان في المناطق دي من الجهاز الهضمي. طيب ايه كمان؟ بيعزز جهاز المناعه عن طريق ان هو بيحسن امتصاص الفيتامينات والمعادن. يعني حضرتك دلوقتي اكلت اكل صحي ومفيد وغني بكل اللي نفسنا فيه، الزبادي بقى بيحسن امتصاص العناصر المفيده اللي موجوده في الاكل ده، فدي حاجه مهمه قوي. السكريات الطبيعيه، ولاحظوا ان انا بقول الطبيعيه مش اللي احنا بنزودها لنفسنا على الاكل او الشرب. الطبيعيه زي ايه مثلا؟ عندك عسل النحل، عندك العنب، وعندك التمر غني جدا بالسكريات الطبيعيه. طبعا في عنصر بعد كده اللي هو البروتين، كلنا عارفين اهميته طبعا في بناء العضلات وانسجه الجسم المختلفه، وبرده كلنا عارفين ان هو موجود في الفراخ وفي اللحوم وفي البيض وفي السمك. طيب حاجه تانية مهمه يا جماعه لازم نتكلم عليها، انت دلوقتي اكلت اكل صحي وخدت عناصر مفيده، كل ده على عيني وعلى راسي. الاهم من كل ده انك تشرب كميات ميه كافيه علشان تحميك من الجفاف وتحمي الكلى بتاعتك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم: وجعلنا من الماء كل شيء حي. علشان كده ضروري تكون بتشرب بشكل يومي كميات كبيره. في ناس كتير يا جماعه بتهمل في الموضوع ده. طيب احنا في الاول قلنا التفاح موجود فيه حديد وموجود جنبه كمان مضادات اكسده. برضه مضادات اكسده طبيعيه هتلاقيها موجوده في المكسرات، فحاول برضه انك تتناول منها علشان مضادات الاكسده الطبيعيه اللي موجوده فيها. ليه بقول لكم الكلام ده؟ عشان صحتك وصحه اسرتك واولادك. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ولو في عند حضراتكم اي اسئله او استفسارات اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله هرد على حضراتكم في اقرب وقت. ما تنساش تعمل لنا فولو على فيسبوك وانستجرام وتويتر وتيك توك، هتلاقوا اللينك بتاع الاكونتات دي موجود في الوصف بتاع القناه. واشوفكم بخير. سلام عليكم.